ساعات لما نروح نشتري جزمة ويعجبنا لونها ويعجبنا شكلها بس هي ضيقة شوية، فنسأل الراجل هو مفيش مقاس أوسع من كده؟ يقول لنا للأسف ده آخر مقاس عندي، ولكن ما تقلقش هو مع الوقت بيوسع وهيجي مظبوط. فيجي الكلام على هوانا وناخد الجزمة ونفرح بيها ونمشي. ساعات برضو نخش نشتري هدوم وبرضو الخامة مظبوطة والشكل جميل واللون جميل بس واسع شوية، فنقول له هو مفيش أضيق من كده؟ يقول لنا للأسف ده آخر مقاس، ولكن ما تقلقش مع الوقت ومع الغسيل بتكش. فبرضو الكلام يجي على هوانا وناخد الحاجة ونمشي وناخد الاتنين ونفرح بيهم. ومع الوقت والاستخدام بيروح الانبهار وبتبان الحاجة على حقيقتها، لا الضيق وسع ولا الواسع كش وبقى مناسب علينا، وبناخد الحاجة ونركنها على جنب وهي فلوس وراحت في الأرض. لحد كده مفيش مشكلة، اهو درس وبتعلم منه ان معملش الحركة دي تاني. تعرفوا بقى المشكلة الأكبر في ايه؟ المشكلة الأكبر بقى هي ان استخدم نفس الطريقة ونفس التفكير بس في اختيار الأشخاص اللي بدخلهم حياتي، في اختيار شريك الحياة، في اختيار الأصدقاء. ساعتها بقى أنا مش هخسر شوية فلوس، ولكن هخسر فيهم نفسي، لأني هتدمر فيهم نفسيا وهتدمر اجتماعيا وهفقد الثقة في نفسي وفي الناس اللي حواليا، وهتغير ممكن للأحسن بس كمان ممكن للأسوأ. من الآخر كده زي ما بدور كويس وببحث قبل ما اشتري أي جهاز أدخله بيتي، لازم أسأل كويس وأفكر بعيدا عن الانبهار قبل ما أدخل أي شخص في حياتي. كلنا فينا عيوب، ولكن في عيوب أقدر أتأقلم معاها وأتعايش، وفي عيوب تانية مش هقدر. واوعى تقول لنفسك هو هيتغير بعد كده. وافتكر المثال اللي قلته لكم في الأول، لا الضيق بيوسع ولا الواسع بيضيق ويبقى مناسب. خد الحاجة مناسبة معاك. حضرتك مش أخصائي نفساني عشان تاخد كل واحد وتبتدي تعالجه ويبتدي هو يدمرك نفسيا. في ايدكم الاختيار، وفكروا كويس قبل ما تدخلوا حد حياتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.